لو هنقول ان في 3 عادات مضرة للبيبي، هنختار اكتر 3 عادات مضرة الست ممكن تعملها. اول حاجة التدخين. التدخين كل ما بيزيد عدد السجاير، كل ما البيبي بتاعك بيبقى صغير، واصل له دم اقل، المشيمة بتاعته مش شغالة كويس، وممكن كمان تولديه بدري. ده غير ان فيها معلومة ناس كتير مش عارفاها، ان بعد الولادة لو انت لسه مدخنة، ده بيأثر على البيبي وبيعمل متلازمة السادن انفانت ديث. يعني ممكن البيبي لا قدر الله يموت فجأة بدون ما تبقي عارفة السبب. بنحاول نبطل التدخين، يا ريت حتى كمان قبل الحمل. تاني حاجة ان انتي تبقي بتاكلي اكل مش صحي تماما. معنى ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا كل الاكل بتاعي يبقى مكسبات طعم ولون. يعني ما ينفعش حاجات زي المكرونه الاندومي مثلا، زي الشيبسيات وكل الحاجات المصنعه دي. وتعرفي ان الاكل ده مضر لما تمسكي كده من ورا التعليمات بتاعته، كل ما بيزيد كل ما يزيد فوق ال3، اعرفي ان انت كده رايحه يعني ربنا معانا. حرام، ده بيبي لسه بيتكون، ما ينفعش ان احنا نديله مواد اصلا 3/4 مواد احنا مش عارفين اصلها، ده غير ان هي مضره. العاده الثالثه طبعا ان احنا نشرب كافيين كتير. دي برضو من الحاجات اللي بتخلي البيبي عنده نقص في النمو. تملي بقول للست ايه، احنا هنشرب يا كوبايه هنديلك 200 مللي جرام كافيين. يعني هنشرب يا واحد شاي، يا قهوه، يا نسكافيه، يا شوكولاته، والكوكاكولا ممنوع. حاجه واحده منهم كلهم، مش واحده من كل واحده، بلاش نخم. يعني ما ينفعش اشرب كوبايه القهوه وفي اخر النهار اشرب كوبايه النسكافيه. يومكم حلو.